سالم الرشيدي طبعا متبرع لإنقاذ طبعا اللي في البر اللي يغرزون واللي يصير لهم مواقف. سالم حنا اليوم استضفناك نبي نشوف ابرز المواقف بالنسبه لك، كنت قاعد تاخذ تقوم في مهمه الانقاذ اللي مغرز واللي صارت له مشاكل في البر. حدثنا من ابرز المواقف اللي لم تنساها. صحيح، الله يعطيكم العافية. تواجهنا مواقف كثيرة للأسف. ما ودنا أي واحد يكون بنفس الموقف هذه. دائما لما تدش بر دير بالك من الأرض اللي أنت فيها. أحد المواقف أن قعدنا تقريبا يومين في بحيث. السيارة للأسف عمق داخل بحيث واضطرينا نقعد يومين في بحيث وإحنا نطلع بالسيارة. يبيلها جلوس، يبيلها مهارات، ويبيلها سيارات يعني إمكانياتها عالية. وأحد المواقف الثانية اللي هي تبين خطورة القلص. في سيارة ثقيلة طايحة بسيطة، لكن للأسف القلص مع الاحتياطات اللي أخذناها انقطع، وقطعته هذه قصت الحديد اللي عندي بالوانيت ودشت وكسرت الجام ودشت ضربت داخل السيارة، والجام تطشر والراس انشق شوي، والحمد لله شوية دم وجت سليمة بفضل الله. بس ما طلعت السيارة. بعدها طلعناها شوي بطريقة ثانية باستخدام الونشات. ما كانت متوفرة كل السيارات فيها ونشات، لكن الحمد لله قدرنا نطلعها. فالعبرة اللي ناخذها من الأمور هذه دائما في القلص، تجنب انك تغرز اول شيء. ثاني شيء اثناء استخدام القص اتبع الخطوات السليمه والاجراءات السليمه عشان تتجنب الاصابات الخطره. الله يكافينا ويكافيكم شرها. سالم، اللي تحصلونهم مغرزين وهذا شباب ولا في عوائل؟ في شباب، في عوائل، وللاسف الكثير من الشباب. هم دشينا موضوع ان نعلم الشباب استخدام دبل السياره واستخدام الصحيح للسيارة. الجيبات تلقى راعي جيب ومو عارف لا يستخدم دبل أو مو عارف الإجراء السليم عشان يطلع نفسه من الغرازة. يضغط على السيارة حيل فتقعد السيارة ليش شاصي وصعب تطلعها. فالواحد حلو إذا عنده سيارة يثقف نفسه في السبل السليمة، إن الواحد يستخدم التكنولوجيا اللي موجودة في السيارة. سالم، اللي عنده صالون ما تنصح يروح للبر؟ والله للأمانة روح اكشت بأماكن معقولة، لا تعمق داخل، خليك قريب مثلا من عند القار. الناس تقدر توصل لك، لا تخاطر. تجنب الأماكن اللي فيها غرازات. فأنت اللي راح تتعب وأنت اللي راح تنطر، ويعني الله يعينك ويعيننا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، يطول بعمرك.